السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين قناة اسيا سليم. لو انتوا لسه جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا فيها ولايك وشير الفيديو لو عجبكم علشان نوصل لأكبر عدد ممكن. النهاردة فيديو صغير جدا هتكلم فيه عن كريم اكريتين. ناس كتير قوي طلبوا مني اعمل ريفيو عنه. كريم اكريتين هو من كريمات التقشير، هو من الكريمات اللي بتشيل الطبقة الأولى من البشرة. كريم اكريتين بيكون موجود منه تركيزين، تركيز 25 من 1000 وتركيز 5 من 100، إلا معروف بتركيز نص وتركيز 25. طبعا هو الأصح ان هو ما يتقالش نص، لأنه الأصح هو تركيز 5 من 100. طيب يعني ايه التركيز الأول عشان نبقى فاهمين اللي هو مكتوب هنا؟ يعني تركيز المادة الفعالة اللي هي بتسبب تقشير للبشرة. طبعا التركيز الأكبر هو اللي بيكون أقوى في تقشير البشرة. ده بيستخدم لحاجات كتير قوي، بيستخدم لعلاج حبوب الشباب، بيستخدم لتفتيح الأماكن الغامقة في الجسم ما عدا الأماكن الحساسة. قبل ما أكمل كلامي عن استخدامه، ده ممنوع استخدامه تماما مع الحامل أو الرضع أو المرضع. الاتنين ممنوع تماما لأنه بيأثر سلبي عن الجنين، ربنا يحفظهم يا رب. ايه بقى الفرق ما بين التركيزين؟ الفرق بس ان ده تركيزه زيادة شوية، فبالتالي بيدي نتيجة اسرع بكتير من اللي تركيزه اقل. طيب ده بنستخدمه ازاي؟ بنستخدمه حسب الطريقة اللي احنا عايزينها. يعني عايزينه لعلاج حب الشباب ولا للتفتيح؟ لو علاج حب الشباب فاحنا بنحط منه نقطة على مكان الحباية وبس، ما بنملاش بشرتنا بيه، ما بنحطش في كل مكان. طبعا ده يدي نتيجة اسرع. بناخد منه نقطة صغيرة جدا ونحطها على مكان الحباية، مش اكتر من كده. بشرط ان هي تكون في الضلمة. يعني ما ينفعش ان انا استخدم اكريتين بالنهار، ما ينفعش ان انا استخدم اكريتين واخرج بره. لما اجي استخدمه كتفتيح بحط طبقة رقيقة جدا 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 منه على المنطقة اللي انا عاوزاها، مش طبقة كبيرة. طيب بستخدمه امتى او ازاي؟ طريقة الاستخدام بالظبط يا جماعة: بنغسل وشنا كويس جدا وننشف وشنا بحيث ان ما يبقاش فيه اي دهون ولا اي رواسب. بعد ما بنغسل وشنا كويس بنبدأ نجيب الكريم بتاعنا على الضوء والدنيا نور عادي، مفيش اي مشكلة. نبدأ ان احنا نجيب الكريم بتاعنا. طبعا ده من زمان جدا، يعني معرفش حتى شكله متبهدل لانه من سنين. وببدأ اطلع نقطة المفروض على صبعي، طبعا مش على ايدي. باخد نقطة على صبعي من الكريم ومكان الحباية بعمل فيه كده بس. ده للناس اللي بتستخدمه كحبوب، بنحط نقط كده على مكان الحباية فقط لا غير، ما بنستخدموش حواليه. طيب لو احنا كل ده احنا غسلنا وشنا واحنا بالليل وحطينا نقط على الحبوب، بعدها لازم تطفي النور وتقعدي في الضلمة لمدة نص ساعة. اذكري ربنا، ادعي، سبحي، استخدمي الوقت ده بانك تقربي من ربنا اكتر. على فكرة ضلمة مش بمعنى ضلمة قوي. ممكن تقعدي تستخدمي التلفزيون عادي، مفيش اي مشكله، اقعدي تتفرجي على التلفزيون بس كل الدنيا ضلمه، ويكون المسافه ما بينك وما بين التلفزيون على الاقل متر ونص. يعني ما تبقيش قاعده لازقه في شاشه التلفزيون، وبلاش شاشه الموبايل عشان بتبقي لازقه فيها قوي والاضاءه عليكي. فابعدي عن اي اضاءه تماما، يا دوب بس اضاءه التلفزيون، وتكوني قاعده بعيد عنه شويه، غير كده كل اضاءه الشقه مطفيه. طيب لو حد تاني هيستخدمه كتفتيح، برضو بيغسل المنطقة كويس جدا. مسموح للإيد، للوش، للكوع، للركب، لأي مكان باستثناء المناطق الحساسة ممنوع. لو كتفتيح ببدأ أتعامل مع كده، بحط نقطة وابدأ ان انا افردها بالشكل ده. يعني تعتبر مش واضحة قوي، هي دي بالظبط، هي الجزء اللي واضح ان هو عليه حاجة بس مش واضحة قوي. اكبر لكم المساحة شوية. دي الناس اللي عاوزة تفتيح بتبدأ ان هي تدلك المنطقة كويس جدا. اهو شايفين الفرق؟ هنا ببدأ ان انا ادلكه بحيث ان بشرتي تكون قربت تمتصه. مكان الحبوب بحط نقط بالظبط مكان الحباية. الشرط في الاتنين زي ما قلت لكم ان لازم في مكان تكون الاضاءة فيه ضعيفة جدا وبعيدة عننا، مش مرتكزة علينا. انتي حطيه عادي في النور، يعني مش تضلمي الدنيا علشان حطيه في النور، وبعد ما تحطيه تطفي النور على طول، تخرجي بقى عند التلفزيون تذكري ربنا في اضاءة بعيدة عنك جدا زي اضاءة التلفزيون. غير كده كل الشقة ما يبقاش فيها اي نور.
تقعدي نص ساعة، اقصى حاجة ما تزوديش عنها هي ساعة، وتقومي تغسلي وشك كويس جدا. بعد ما بنغسل وشنا بننشفه كويس، وبنجيب اي كريم مرطب. ما ينفعش تسيبي وشك بعد ما تغسلي الاكريتين من غير كريم مرطب. بتحطي كريم مرطب على بشرتك. اهم حاجة نويتي تستخدمي الاكريتين، وخاصة ال5% اللي هو تقشير قوي يعني نتيجته سريعة، بيبقى مطلوب منك تستخدمي مرطب باستمرار، مش مرة او مرتين يوميا. طول ما انتي قاعدة في البيت تحسي ان بشرتك بدأت تنشف او بدأت تقشر، لازم تحطي كريم مرطب فورا عليها. طبعا لو هتطلعي في الشمس ما تطلعيش ووشك بيقشر. وايه طيب، ما هو الكريم هيخليني اقشر، ازاي ما اطلعش وانا عندي شغل او كلية او دراسة او اي حاجة؟ اللي هيخليكي تطلعي ووشك مش بيقشر هو حاجة واحدة بس، ان انتي تكوني فعلا رطبتي كويس جدا بعد ما غسلتي وشك من الاكريتين. يعني تغسلي وشك من الاكريتين، بعدها حابة تعملي ماسك زبادي، حابة تعملي ماسك بكريم بانسينول، حابة تحطي اي كريم مرطب عندك، مفيش اي مشكلة نهائي. اهم حاجة الترطيب المستمر، الترطيب المستمر يا جماعة. مارسوا حياتكم طبيعي. يبقى الشرط الوحيد بس لاستخدام اكريتين ان انا لو تفتيح بحط طبقة رقيقة قوي، لو كحبوب بحط بس مكان الحباية مش اكتر، يا دوب بس بلمس الحباية كده وخلاص. اهم حاجة كمان ان انا بحطه في الضلمة. ضلمة بمعنى ان ما يكونش في اي لمبة او اي نور منور في البيت، بحطه واطفي انوار الشقة كلها بلا استثناء، مفيش اي نور هتعرض له. لو في اي نور مفتوح بقى في الباب الاوضة دي ومش بدخلها، بفتح التلفزيون واقعد بعيد عنه متر ونص او اقل حاجة، وببدأ ان انا اتعامل عادي. اكريتين بيدي نتيجة سريعة جدا جدا جدا، وخاصة ال5% في الحبوب. خلال اقل من اسبوع الحباية بتكون اختفت نهائي. لو اثار حبوب على فكرة بيعمل تقشير لمكانها، كمان لو تفتيح المنطقة اللي هي حوالين الفم، بس بشرط انه ما يلمسش منطقة الفم. يعني لو هنا الفم لازم نحط حواليه، ما نقربش من الشفايف خالص، لازم المنطقة اللي حواليه لو هي غامقة. زي ما قلت لكم هو غلط جدا على الحوامل او اللي بترضع. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، فلو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. واي اسئله عن اكريتين او عن اي كريم تاني او عن التقشير بشكل عام ان شاء الله انزلها لكم قريب جدا. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.